ثلاث حاجات ممكن تخلي النادي الاهلي السنه دي يشارك في دوري ابطال افريقيا. اول حاجه الرعاه. احنا عارفين كويس ان النادي الاهلي من اكبر النوادي او من اكبر الانديه في افريقيا اللي الناس بيدفعوا لها فلوس والرعاه بيدفعوا لهم فلوس عشان يتحط اسمائهم على تيشيرت النادي وعلى الاستاد الجديد بتاع النادي الاهلي، والرعايه وصلت فيه ومعديه مليارات. وبالتالي انه دوري ابطال افريقيا من غير الاهلي سيفقد كم الرعايه الموجوده ديت وكم الفلوس الموجوده عشان عدم وجود الاهلي فيه. فبالتالي تاني حاجه شعبيه النادي وجمهوره. احنا عارفين ان النادي الاهلي من اكبر الانديه شعبيه في العالم والوطن العربي وكمان في افريقيا. فبالتالي وعدم وجود النادي الاهلي في ابطال افريقيا هيخلي شعبيه ابطال افريقيا اقل، وبالتالي الفرجه هتكون اقل، وبالتالي المدخلات هتكون اقل، وبالتالي هيتطلب وجود النادي الاهلي. ثالث حاجه ودي حاجه نفسيه، البطوله ما تنفعش من غير النادي الاهلي. البطوله ملهاش طعم من غير النادي الاهلي. النادي الاهلي اما طلع من دور الثمانيه الموسم دوت، هل حد حس بالبطوله او حد اتفرج اصلا على البطوله؟ حد عرف مين كسب مين خسر؟ حد تابع؟ حد كمل؟ محدش كمل. الناس في العموم بتكمل عشان وجود النادي الاهلي في البطوله، سواء منافس او حتى مشجع. فبالتالي وجود النادي الاهلي في البطوله هو مكسب كبير جدا للبطوله دي. من غير النادي الاهلي البطوله تفقد قيمتها وهويتها وقوتها وكمان اعلاناتها وفلوسها والفلوس اللي بتدار على الاتحاد الافريقي. وفي شيء مهم جدا عايزين نتكلم فيه، وهو انه ممكن النادي الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا كمان عشان خاطر عدم وجود الزمالك في دوري ابطال افريقيا. رغم ان الزمالك هو اول الدوري وهو اللي حصل على الدوري العام وكسب الدوري العام السنه دي، ولكن احتمال كبير جدا لاجل مشاكل الزمالك الماديه ولاجل المشاكل اللي فيه اللي عليه في الفيفا وال17 قضيه المرفوعين عليه عشان ما ادتش المستحقات اللي عليه، فممكن بشكل كبير جدا الاهلي يشارك بدال الزمالك عشان الزمالك ممكن ما يقدرش يدفع